الآن في جامعة المعارف التطبيقية، وهي جامعة أسست حديثا انطلقت منذ العام الدراسي السابق، فالآن لدينا طلاب سنتين أولى وثانية فقط. هذه الجامعة تضم فروع تطبيقية تخص الصناعة بالدرجة الأولى هندسة الميكاترونكس. أيضا لدينا هناك فروع أخرى كيمياء تطبيقية وفيزياء تطبيقية، وتم افتتاح هذا على قسم الرسم المنزلي وقسم السبع الصناعية والمعلومات، وهي أيضا ضمن فروع تطبيقية الإخبار والصناعة. محاضرات من ضمن الكتب الدرسية تخص الذكاء الصناعي إن شاء الله، سواء في الكيمياء أو الميكاترونكس أو حتى إن شاء الله في الصيدلة. حقيقة نحن في الجامعة نطمح أن نبحث عن الطالب المميز، الطالب الذي يميل إلى اتجاه معين ونحو تخصص معين. هي جامعة ذات توجه بحثي تعتمد اللغة الإنجليزية في المدارس في جميع البرامج الموجودة فيها. تضم الجامعة عدد من المراكز الفرعية مثل مركز سلام الجودة، المركز الاستشاري الذي يقدم عدد من التدريبات، مركز البحث العلمي الذي يتم خلاله تنفيذ أبحاث علمية نظرية وتطبيقية، بالإضافة إلى مجلة بحثية تنشر أبحاث في دراسات اللغة الإنجليزية، فضلا عن دار نشر تنشر الكتب والمراجع البحثية الدولية باللغة الإنجليزية. بكل تأكيد. إضافة للأمر جامعة المعارف التطبيقية هي جامعة ذات توجه دولي، ولهذا الأمر هي قامت بتوقيع عدد من الشراكات مع عدد من الجامعات الدولية في عدد من الدول مثل ماليزيا، اندونيسيا، الهند وباكستان، بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى. وهي جامعة نشطة بما يتعلق بالمؤتمرات الدولية، وقامت بعقد واستضافت عدد من المؤتمرات البحثية بالشراكة مع عدد من الجامعات. وخلال الشهر القادم لدينا مؤتمرات علمية بالشراكة مع جامعات ماليزيا وهندية وجامعات في الماضي. تم قبول 50 طالب في الجامعة من خلال الامتحان النهائي لإجراء الجامعة، وبحمد الله عز وجل تم تثبيت هؤلاء الطلاب بأعلى المعايير العلمية والمعايير الأكاديمية، بحيث تم التركيز على تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبحمد الله عز وجل هؤلاء الطلاب جميعهم تمكنوا من الحصول على هذه المهارات. وهذا هو توجه جامعة المعارف بالتركيز على جودة العملية التعليمية وعلى المخرج التعليمي. دكتور اسمع، أن الجامعة تقدم منهج تعليمي حديث جدا. جميع المراجع التعليمية المقدمة في الجامعة هي من عام 2023، وهي نفس المراجع العلمية التي تدرس في الجامعات الأولى والجامعات الأمريكية. وعلى اعتبار أن الطالب يدفع ويملك الوصول إلى أي معلومة أو أي مهارة هو بحاجتها، فالطالب ما يجب الطالب من استحالة وبحث في المجال بغض النظر عن البرنامج الذي يقوم بدراسته. فطالب الكيمياء من خلال دراسته التطبيقية استعمال اللغة الإنجليزية، البحث عن معلومة، العمل في المخبر، هو مهيأ لأن يكون عالما وفاهما بمجال الكيمياء. ونفس الأمر يطبق على بقية البرامج الموجودة في الجامعة، سواء الصيدلة أو الميكاترونكس أو أي برنامج آخر. شكرا.